بهذا الفيديو رحت لفرع تاني من السوق يلي أنا بسميه سوق العجايب. في شغلات هربانة من حكايات ألف ليلة وليلة. شريرات هدول الألعاب. هاي شو هتسوي؟ ما بقى قرودة شياطين بيلحقوا بعض. أدوات غريبة ليك هذه حلوة. هاي شاكوشي. ويلكم تو تكساس. والله حلوة. وأطيب أكلة ملوخية بهذا الفيديو رح تشوفوها. شو أخدت من السوق مشتريات كمان رح تشوفوا، خليكم معي. أهلا وسهلا فيكم بقناتي من جديد، فيديو جديد. معكم ناريمان. كيفكم؟ شو أخباركم؟ طمنيني عنكم. بهذا الفيديو مثل ما انكم شايفين شفتوا بالمقدمة، رحت مرة تانية على فرع السوق العجيب الغريب اللي أنا بسميه سوق العجايب، لأنه عن جد ممكن تلاقوا شغلات فيه كتير غريبة، بالذات هذا الفرع اللي رحت عليه أنا. بيت بازار مرة تانية، بس هالمرة قسم أحلى وأرتب، ومثل ما انكم شايفين مسقوف ونظيف وفيه شغلات مميزة كتير كتير، وفي نحاسيات بشكل كبير كتير كتير، وأشياء عن جد حلوة. بالنسبة لهالألعاب الشريرة، في بعض منها شريرة إذا لاحظتوا، ولا بس أنا حسيت هيك؟ شو قصة هالألعاب بهذا السوق؟ عن جد فيه ألعاب يعني كتير هيك عطتني خوف. هلا بحكي لكم بالفيديو عن هالموضوع. عن جد سوق ولا أحلى من هيك. بتضلوا عم تمشوا فيه وما بتحسوا بالوقت. كتير استمتعت كتير بهذا اليوم بالذات. يعني هذا السوق ما بيتشبه للسوق اللي بالفيديو الماضي أبدا أبدا أبدا، على قد ما هاد حلو ومرتب. ولفتني كمان بهذا الفيديو وهذا السوق بالذات الفناجين. هلا بتشوفوا معي في فناجين كتير كتير فخمة، بس أسعارها غالية. يعني الفنجان الواحد مثلا 800 ليرة. يعني أنا لاحظت كتير إنه مسعرين على الفناجين 800 الفنجان الواحد، تخيلوا يعني. فممكن هن اللي قيمتهم الأثرية مثلا، أو لأني قديمين كتير، أو ممكن في منهم مثلا ماركات أو شي، ما بعرف. بس أنا بالنسبة لإلي ما بفضل أخذ فنجان ب800 لو شو ما كانت يعني قيمته. فالاكسسوارات كمان مثل ما كنتم شايفين، في اكسسوارات موديلاتها غريبة. يعني في اكسسوارات ضخمة، في اكسسوارات ناعمة، في اكسسوارات لونها ما بيروح مثلا اوريجينال، في كتير شغلات. هلا انا بحب هيك نوع من الاكسسوارات، بس بحس بده لبس معين. يعني في انواع لبس معين يزبط عليه، في انواع لبس اذا لبستوه مع هيك اكسسوارات بيطلع كتير كتير يعني ما حلو، وبيطلع كتير جوزي قال لي مثل الغجر يعني. قلت له انا هو حلو بس بده لبس معين يعني. ففيه شغلات حلوة عن جد يعني، وهالخشبيات وهلا هون مثل ما كنتم شايفين في اكسسوارات ناعمة مثلا. تلاقوا كتير شغلات بصراحة حلوة، وعن جد بتحسوا في له ريحة خاصة، ريحة الخشب القديم. عن جد يعني كانت عن جد عيوني عم تدور بكل الاتجاهات، يمين شمال، كل محل أو كل يعني طاولة كانت فيها شغلات أحلى من التانية. وأحلى شي المفاتيح الكبيرة. يعني أنا أول مرة بشوف مفتاح ضخم لهالدرجة، تحسوها كأنها مفاتيح قلاع قديمة. يعني هيك صرت أتخيل الباب اللي كان يفتحوا فيه مثلا أيام زمان، يمكن باب قصر أو خزانة، هيك خزنة مثلا كبيرة. عن جد لمست واحدة من المفاتيح، عن جد كانوا هيك باردين. حسيت كأنه بتحكي عن ناس مرقوا، وعن أزمنة راحت. هيك حسيت إنه عن جد شعور غريب. ما بعرف، أنا أول مرة بشوف أشياء قديمة لهالدرجة. عم حس كأني فايتة على متحف. حبيت كتير بصراحة. وفي شغلات بتلاقوها ممكن حديثة، يعني ما كله قديم بس أغلبه قديم ومارق عليه زمن يعني. كل زاوية بالسوق هذا عن جد في مفاجأة. شي محل بيبيع سجاد يدوي، ألوان دافية، بتحسوا هيك الخيوط بتحكي قصص هيك ناس عم تشتغل كانت بهالخيوط. في كان كمان مثل طاولة فيها هيك كلها أشياء مشغولة بالصوف، كتير كمان عجبتني ولفتتني يعني. حتى الأصوات عن جد اللي كانت موجودة بالسوق كانت جزء من الجو. هيك صوت البائعين، حكي الناس، هذا عم يسأل عن سعر هاي، ما بعرف، أنا كتير حسيت حتى الصوت هيك كان يعني عامل جو هيك العجقة. يعني حبيت كتير عن جد المكان.
ومع الوقت نسيت حالي، يعني يمكن مشيت يمكن ساعتين بالسوق، ما حسيت عن جد بالوقت نهائيا. كل شوي عيوني تروح على غرض، وكل غرض بخليني اسال حالي يا ترى مين كان يستخدمه قبل، مين شرب قهوته بهالفنجان، مين خبى سره بهالصندوق الصغير. في صناديق صغيرة، كان في كتير شغلات عن جد مليانة 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 قصص. أنا بحب روح على هيك أماكن لأني بحب أتخيل وأفكر وأتأمل بكل قطعة. يمكن غيري مثلا زوجي كان عم يمرق مرور الكرام، يلفت نظره مثلا الشغلات الإلكترونية. أنا يعني لفتني كل شيء كل شيء إلا الإلكترونيات، ما لفتوني. عكس زوجي تماما. هالمرة طبعا ما كنت لحالي أنا وزوجي، كان معي كمان أخوات زوجي الاثنين كمان راحوا معنا وتفرجوا على الأغراض وعلى السوق. لا، وبتلاقوا شغلات كمان مضحكة يعني، شغلات غريبة. يعني تخيلوا شفنا هذا بس ما صورته، شفنا ملقط غسيل يمكن بيجي طوله يعني كتير طويل كتير وكبير ضخم. ملقط غسيل هو. فتشوفوا شغلات بتضحك وبنصير نعلق عليها بقى. فعن جد يعني يعني كل المشاعر بتلاقوها هون بهالسوق، مشاعر الضحك، مشاعر الكوميديا، مشاعر الخوف من الألعاب مثل ما حكيت لكم، مشاعر الذكريات القديمة. شوفوا هدول التليفونات يعني قد ايه صار لنا ما شفناهم مثلا، كلها تليفونات قديمة. بتشوفوا كتير شغلات، بتعيشوا كتير شغلات وأحاسيس. ولا هدول الألعاب. رجعنا على الألعاب مرة تانية. الألعاب عن جد يا جماعة، يعني انتوا قد تكونوا هنيك هيك على أرض الواقع وتشوفوا العروس تحسوها طالعة من فيلم رعب. هي العروس اللي لابسة هيك طرحة وأشكالهم غريبة بتحسوها طالعة من فيلم رعب. أو في ألعاب أصلا وجوههم بتخوف، يعني عن جد في منهم وجوههم بتخوف، عم تطلع منهم طاقة رعب. تحسوا صار براسنا هيك موسيقى تشتغل، موسيقى الرعب عن جد يعني. والمهرجين هدول كمان لفتوني. هلا انا حبيتهم صراحه هدول المهرجين، بس ما بحب احط هيك شغلات ببيتي اصلا يعني فيها تماثيل او شيء. وهدول الفناجين قلت لكم عنهم كتير، في موديلات هيك منقوشه بطريقه غريبه ومزغرفه وبتحسوها عن جد جاي من مكان بعيد. شوفوا لي مثلا هالنحاسيات على اشكال حشرات، وانا بخاف كتير من الحشرات ولسه كمان عاملين لي تماثيل ونحاسيات على شكل حشرات، هذا ما عجبني ابدا. وفي شغلة ما صور لكم إياها عن جد رح تستغربوا منها. تخيلوا في ألبومات، أنا هي ما صورتها لأن في ألبومات لصور ناس قديمة، ألبومات عرس، ألبومات يعني صور لناس حقيقية، يعني ما مشاهير ولا فنانين، ناس حقيقية، ناس قديمة كتير. ألبومات يعني عدد كبير. عن جد كتير يا جماعة استغربت من هالنقطة يعني. ألبومات صور أعراس ناس بالبيت أبيض وأسود. فكتير استغربت من هالشغلة، يعني بتلاقوا شغلات عن جد غريبة. فبنصحكم تروحوا على هذا السوق تجربوا هالتجربة هاي الحلوة اللي ما راح طبعا. حتى لو ما راح تشتروا شيء، يعني مجرد انكم تروحوا تمرقوا من هونيك، يعني هو مشوار حلو راح يكون وتجربة حلوة. وبصراحة هو بياخد يعني نهار كامل هيك مشوار، بالذات نحن مثلا بيتنا كتير بعيد. هلا البيت قريب على هذا السوق ما رح ياخد نهار كامل، بس أنا بالنسبة لإلي كمان أخد نهار كامل. هو أقرب من السوق اللي رحت عليه بالفيديو السابق قبل هاد، بس كمان بعيد. يعني هو باسطنبول الآسيوية، نحن باسطنبول الأوروبية. المنطقة اسمها كاديكوي على الأغلب، يعني إذا فتحتوا وبحثتوا بتلاقوا مثلا تكتبوا بيت بازار كاديكوي اسطنبول آسيا بيطلع لكم الموقع بالضبط. فمثل ما قلت لكم اخذ نهار كامل هذا السوق. يعني رجعت على البيت اكيد ما رح اقدر اطبخ، كنت تعبانه وجايبه معي شغلات حلوه، يعني شغلات بسيطه كتير اخترتها انا، بس كان سعرها مناسب وعن جد لفتتني. فهلا رح تشوفوا الشغلات اللي اشتريتها بنهايه الفيديو. وهون مثل ما بتعرفوا اكله الملوخيه، الاكله الشهيره اللي الكل بنحبها. اللي ما بيحبها ما بعرف شو بدي اقول عنه بصراحه، يعني معقول في حدا ما بيحب هالاكله؟ هون بقى كنت عم سويها لهي الأكلة. هي تاني يوم على الأغلب من المشوار. وفي عندي أنا بالقناة كمان فيديو مصورة كمان الملوخية. طبعا يعني رح نكرر كتير نحن الطبخات والأكلات، لأنه نحن عم نصور روتينات يعني بالنهاية. فأكيد رح تشوفوا كتير طبخات من عادة، مثل أي قناة روتينات. يعني هي مانا قناة بالنهاية قناة طبخ، قناة روتينات، هي حياة يومية. بتعرفوا انتو هذا الشيء، يعني انا اللي عم بعمله بيومي رح صوره ان كان مكرر او لا. كلياتنا يعني عنا روتين نفسه اسمه روتينات، فرح يكون روتين. فهمتوا علي؟ بس اللي بيختلف هالمرة بطبختي حبيت اعملها بطريقة جديدة. صار كم مرة عم بعملها بهي الطريقة. انا بالعادة بغسلها، ما بقدر ما اغسلها ابدا نهائيا، لانه يعني انا ماني ميبستها مثلا عندي بالبيت او عند حدا موثوق، عم بشتريها مثلا من المحلات. فما بعرف
يعني بشرتي شوي غبرة وكذا وهيك، فبحب اغسلها. هو طبعا انا دقتها مرة على فكرة من دون غسل، وانه نحمسها هيك حمس من دون غسل يعني، وبتصير هيك يعني تتأمر اكتر وتنحمس اكتر وتتحمص اكتر. وعجبتني كتير على فكرة. بس زوجي بحب اني انا يكون هيك فيها، وكانت ناشفة هديك وكانت طيبة كتير. بس زوجي بحب هاي الطريقة يعني، اللي تكون اني فيها هيك زوم يعني او مرقة شوي. بس انا يعني هدي قبل بالفيديوهات السابقة يمكن اللي عاملة فيه ملوخية بقناتي، كنت اغسلها وحمصها يعني كلها دفعة واحدة. لا بهي المرة حمصتها عن دفعات، حسيت انه بتطلع اطيب يعني، عن دفعات كميات قليلة قليلة بتتحمص اكتر بتطلع اطيب. فهيك يعني هاي الشي اللي اختلف بس بالطبخة. والثوم يعني اذا ما كان هيك كتير، لشو الملوخية يعني، لشو الملوخية؟ اللي بيطيبها هو التومة، صح ولا لا؟ مين يعني يوافقني الرأي بهاي الشغلة؟ انا كتير بحب كتر بالاكلات اللي بدها توم، طبعا اكيد بالمعقول يعني. فانا سويتها لهي الاكله عن يومين يعني كمان، فكانت كتير شوي يعني نحن شخصين بس بالبيت، فاجباري يا اما انا قليله وبدها توم كتير. وبحب احط لها بهار موجود، مثلا بهارات حلبيه، شوي بهار اسود شي بسيط، ما بكتر لها كتير. طبعا الملوخيه ما بدها بهارات لان مثل ما بتعرفوا. وعن جد طلعت اكلي غير شكل، وبهالشتويه وهالبخار عم يطلع منها غير شكل. وهون بقى بلشنا هنصب وقلبنا يعمل حقبة. هون بقى يعني الريحة، عن جد ريحة الملوخية فضيحة. ليش؟ لأني إحنا هون بتركيا يعني الأتراك بيستغربوا من أكلنا دائما يعني. فالوقت بنعمل الملوخية البناية كلها بتنطوش من الريحة، الحارة كلها، المنطقة، الحي اللي بدكم إياه. فيعني عن جد فضيحة. وهن بيستغربوا من هيك أكلات يعني. وهلا رح نشوف الغراض يلي جبناهم واستحليتهم، هن شغلات بسيطه مثل ما قلت لكم. هلا انا عم جهز لديكورات يعني هيك شتويه يعني، هسه هلا ما صار البرد الكتير القارس، فعم جهز. ورح بلش ان شاء الله الفيديوهات الجديده. فهون مثل ما شفتوا جبت هذا الكوب الحلو كتير كتير، هو على شكل جسم بابا نويل يعني جسمه. هو كان له طاقيه يعني راس، بس قال لي انه انكسر قبل ما اجي بشوي على هالحظ، شايفين؟ فاخدته هيك على حاله يعني، حتى هيك على حاله عجبني. واللي جنبه كمان مجسم رجل الثلج بس لابس لباس بابا نويل، يعني بيعطوني هيك جو شتوي. وهذا الطقم هو طقم هيك عادي جدا يعني، ما نهل الطقم مثل اللي كان موجودين هناك، طقم الفناجين. بس حسيته انه طقم سبور صاير يعني، هيك خارج حياة يومية يعني. عرفتوا كيف؟ هيك ملون والوان وكذا، حبيته. هو بسيط كتير وسعره ما غالي ابدا. هلا الطقم هذا الفناجين اخذته ب 450 ليرة، وهذا المجسم الحلو الكيوت اخذته ب 35. والكوب اول شيء قال بده 100، بس انا قلت له ب 50 بما انه ماله راس يعني، فاخذته ب 50. وكتير كتير عجبني عن جد. هيك شغلات بسيطة وحلوة بس تعمل جو بالشتوية يعني. وبدي منكم حبايبي قبل ما تنسوا تحطوا لايك فورا فورا هلا، قبل ما تسكروا الفيديو تروحوا تحطوا لايك دعم لإلي، وتتركوا لي تعليقات حلوة. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وحبيتوا. ولهون بكون وصلت لنهاية الفيديو. كانت معكم ناريمان، باي باي.